وعادة سيئة عند المسلمين في شهرهم هذا أنهم يجتهدون في شراء المأكولات والمشروبات، لكن مصيبتهم عند الإفطار بعد التنويع ينوعون في الأكل والشراب، لكن عند الإفطار والجلوس على مائدة الإفطار لا يتناولون إلا القليل من ذلك الأكل، ثم بعد ذلك إلى الزبالة، إلى القمامة. فهو من جهة يتقرب إلى الله بالصيام، ومن جهة وقع في محظور وحرام وهو الإسراف. ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. العام الماضي قالوا كاين أزمة السميد، الناس شرت السميد، علاش شرته الله أعلم. شرى شكارة، زاد شكارة، 3 شكاير، 4 شكاير، خلاها في الدار خلاها في الدار خلاها في الدار، ومن بعد رفدها ورماها. فهو يتقرب من جهة إلى الله بالصيام، ومن جهة يقع في الحرام. أنا شاهدت ناس والله العظيم غير يأكلوا من قمامة. فهل فكرت فيهم عند الغروب وعند جلوسك على مائدة الإفطار وقد اجتهدت في تحصيل يعني شتى وأنواع المأكولات والمشروبات؟ فهل فكرت في هؤلاء؟ وجئت إلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمر. فأين الإحسان؟ وأين إطعام الطعام؟ وأين الصدقة؟ وأين الإنفاق؟ فقد كان عليه الصلاة والسلام كالريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أيام السنة يعطي، ولكن في رمضان كان يعطي أكثر، وفي أيام السنة كان يتصدق، ولكن في رمضان كان يتصدق بالكثير عليه الصلاة والسلام. وما حفظ عنه مرة أنه قال لا أو قال ما عندي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أنه مرة نزع الثوب، الرجل يقول: أعطيني هذه الحلة التي لبستها يا رسول الله. فما كان من نبيكم الكريم عليه الصلاة والسلام إلا أن نزعها وأعطاها لذلك السائل صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأسوة. الناس يتحدثون عن السنة، لما لا يذكرون هذه السنة في هذا الجانب؟ سنة السواك وسنة الضحى وسنة كذا. لما لا نذكر سنة الإنفاق، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الفقراء والمساكين واليتامى؟ الرجل يقول: يا محمد أعطيني من مال الله الذي أعطاك. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: أعطوه من أموال الصدقة. سبحان الله، هذه الصدقة أثرت في هذا الرجل، ودليل التأثير فيه أنه بعدها أسلم وقد أخذ الصدقة وعاد إلى قبيلته يقول: يا قوم أسلموا أسلموا أسلموا، فإن محمدا يعطي الكثير وينفق نفقة من لا يخشى الفقر.